بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا امبارح عند البورت الخاص بالاماونت اوف هيت. طيب احنا عرفنا يعني ايه temperature. تعالى بقى نعرف دلوقتي يعني ايه heat، او عشان يبقى الكلام دقيق يعني ايه amount of heat. لان لما نقول amount of heat يعني احنا بنتكلم عن حاجه measurable، حاجه نعرف نعمل لها measurement، نعمل لها description يلا الاول وبعدين نشوف ازاي هتبقى measured. الأول الاماونت اوف هيت مقصود بيه the thermal energy that is transferred from or to or through a body when there is a difference in temperature. احنا عارفين ان لما بيكون في difference in temperature بيحصل flow للانرجي. خلاص، وهنا طبعا الكلام عن الثيرمال انرجي، فالاماونت اوف ثيرمال انرجي اللي بيحصل لها ترانسفير هو ده الاماونت اوف هيت اللي احنا بنتكلم عنه. طب تعالى نشوف الكلاريفيكيشن بتاع الكلام ده. تعال نشوف الترانسفير اوف هيت from a hot body to the surrounding medium. لو مثلا جبنا piece of glowing charcoal وعملنا لها burning او glowing، يعني سيبناها تولع كده في الايه الروم تمبريتشر في درجه الحراره العاديه. او لما نيجي نشوف الترانسفير اوف هيت from the surrounding medium to a cold body، هتلاحظ ان في الحاله الاولانيه الهيت بتطلع من الشاركول للسراوندينج، اما في الحاله الثانيه الكيوبز بتاعت الايس هي اللي بتسحب الهيت من السراوندينج. يبقى الترانسفير في الاول حصل من السيستم للسراوندينج، في الحاله الثانيه حصل من السراوندينج للسيستم. الحاله الثالثه والاخيره ترانسفير اوف هيت from a hot body to a cold body. لما تعمل كونكشن ما بين هوت سفير اللي باللون الريد وكولد سفير باللون البلو باي كوندكتنج ماتيريال توصل ما بينهم، هنبدا نلاقي ان الهيت بتتنقل من الهوت بودي للكولد بودي. هنلاحظ ان الاماونت اوف هيت كده بهذا الشكل هي measurable physical quantity. طالما measurable يبقى الميجرنج يونت بتاعتها بالجول، بما ان الهيت انرجي يعني فبتبقى measured in joules. والجول زي ما قلنا قبل كده equivalent لايه؟ كيلوجرام باي متر سكوير per each squared second. طيب نبدأ بقى نتكلم عن السبيسيفيك هيت اللي هي اصلا الموضوع بتاعنا، اللي احنا اصلا بندرس كل الحاجات اللي احنا قلناها دي عشانه. اوكي، هبدأ الأول بإن أنا لو عندي تو سفيرز زي اللي موجودين عندي في الشكل أو في الشكلين اللي قدامنا، خلاص وعندي تو اكزامبلز هنا أهو، ولكن سفير اوف كوبر وسفير اوف ألومنيوم. خلاص، بتتقال ألومنيوم مش ألمونيوم، خلاص اسمها ألومنيوم. this is American accent. ماشي، لو في حرف الاي بعد الان بنقولها ألومنيوم، ده بريتش. خلاص، هو ما اسموش ألومنيوم، هنا اسمه ألومنيوم. والاثنين at the same temperature 20 degrees. لاحظنا ان when heating each of the two spheres till each of them reaches a temperature of 21، لاحظنا ان amount of heat required for heating each sphere is different. ليه؟ مع انها نفس التمبريتشر، ده بنقول عليه controlled variable. لقينا ان ال required amount of heat عشان انقل السفير بتاعت الكوبر من 20 degrees ل 21 390 جولز، في حين ان الالومنيوم خد 900 جولز عشان يتنقل برضو من 20 ل 21. معنى كده ان في حاجة مميزة عند كل واحد منهم، الحاجة دي سميناها ايه؟ specific heat. يبقى ال specific heat is a characteristic property بنقدر بيها نميز ما بين different materials، وبنقدر نعرفها بانها ال amount of heat required to raise temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ال 1 degree Celsius هي ال 1 ايه؟ ال 1 كلفن. خلاص. طب السبيسيفيك هيت يا ترى بتبقى measured بايه؟ ها، بتبقى measured بالجول بير كيلوجرام باي كلفن or الجول بير كيلوجرام باي سيليزيوس. وده بيبقى ايكوفالنت لايه؟ فاكر الجول اصلا كانت عباره عن ايه؟ فاكر الجول كانت عباره عن ايه؟ قلناها من شويه، تعالى نفتكرها كده تاني. ها، الجول عباره عن ايه؟ كيلو جرام باي متر سكوير بير سكند سكوير. فلما تعمل حضرتك الجول
اللي هو بالفاليو اللي احنا سائلينها فوق، ديفايد كيلوجرام باي كلفن او كيلوجرام باي سيليزيوس، بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك الميجرنج يونت هتبقى متر سكوير، وسكند باور نيجاتيف 2 اللي هي المفروض كانت دي نيوميريتور، هنطلعها بدل ما هي سكند باور 2 او سكويرد سكند، هنطلعها بالنيجاتيف باي كلفن باور نيجاتيف 1 اللي هي المفروض كانت كلفن، هنطلعها بنيجاتيف 1 بس عشان هي دي نيوميريتور فهطلع الباور بالنيجاتيف. او هنبدل الكلفن ده بالايه؟ بالسيليزيوس، وهي دي الميجرنج يونت بتاعتنا بتاعت السبيسيفيك هيت. طب ايه الفاكتورز اللي بتأثر معايا فيه؟ تمام. ايه الفاكتورز اللي بتأثر معايا في السبيسيفيك هيت بتاعت اي بودي؟ اول حاجة طبعا هي البودي سبستنس، النوع بتاع الماتر اللي معمولة منه البودي. تاني حاجة هي الفيزيكال ستيت اوف ذا ماتيريال. تالت حاجة هي البيوريتي. طب البودي سبستنس مفهومة. الفيزيكال ستيت اذا كان سوليد او ليكويد او جاز، ودي اتكلمنا فيها قبل كده كتير، وعن علاقتها بالتمبريتشر وعلاقتها اتكلمنا عنها كتير قبل كده. طب ليه البيوريتي؟ لان لو الحاجة بيور يبقى هنشوف لها سبيسيفيك هيت ثابتة. الكوبر ليه سبيسيفيك هيت معينة، الالومنيوم ليه سبيسيفيك هيت تانية، الايرون ليه سبيسيفيك هيت تالتة. الروت specific heat is a characteristic property of the type of a body substance. ليه؟ Because it varies from a substance to another and it doesn't depend on mass, volume, shape of the body. ما بيفرقش معاها لا الماس ولا الفوليوم ولا الشيب، يفرق معاها الفيزيكال ستيت، يفرق معاها نوع السبستنس، يفرق معاها البيوريتي. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ الحمد لله على السلامة يا جماعة، الناس اللي داخلة متأخرة بتدلع براحتها دي براحتكم خالص. ماشي؟ تمام. السبيسيفيك هيت كمان لقينا ان certain mass of a substance of higher specific heat requires a larger amount of heat energy to raise its temperature by 1 Kelvin compared to an equal mass of another substance of lower specific heat capacity. المقصود هنا ايه؟ المقصود هنا هو الاكزامبل اللي احنا شفناه فوق. خلاص؟ دي حاجة خدت low specific heat substance زي الكوبر، ودي high specific heat substance. ليه؟ لأن عشان أرفع درجة الحرارة 1 degree، هو هنا بالسيليزيوس، هو قايلها تحت بالكلفن بس هي هيها. خلاص؟ مش احنا قلنا هي هي المرة اللي فاتت؟ برضو لما تيجي تبص هنا هتلاقي هنا 390 جولز، هنا كام؟ 900 جولز. يبقى دي high specific heat substance، هنا low specific heat substance. تعال نشوف كده التيبل الجميل اللي قدامنا ده، طبعا مش هنحفظه، بنعرف بس الايه؟ الحاجات. lead 128، الكوبر 390، zinc 388، الايرن 450، والجلاس 840، والالومنيوم 900. تعال نشوف كده الميركوري ليكويد، تلاحظ انه ايه؟ 140. طب السولتي ووتر 3900. طب الووتر فيبر 2020. بيور ووتر 4200. طب الايس 2100. طب الاير 1005. فانت شايف كده، انت شايف اعلى فاليوز للسبيسيفيك هيت كلها عند الووتر. صحيح حالات الووتر مختلفة، بيوريتي بتاعت الووتر بتفرق، يعني السولتي ووتر غير البيور ووتر. الووتر فيبر اللي هو في الجاز ستيت مختلف عن الايس اللي هو في السوليد ستيت، ولكن ستيل كل الارقام كانت بالهندردز، ما بدأناش نشوف الثاوزندز دي تقريبا غير مع الووتر. موضوع كبير. برضه هييجوا يسألوني هي ليه السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر ليه كده عالية كده؟ ممكن اشوف الاجابات كده في الشات؟ يا ترى. هم. يا ترى ليه؟ ليه ايه اللي مخلي السبيسيفيك هيت عالية؟ اللي هيجاوب اول اجابة صح هعمل له هدية المرة الجاية، هيدروجين بوندز. برافو يا ملك، برافو يا ملك. هي الهيدروجين بوندز يا مستر هي السبب في الكلام ده كله. طيب يلا نكالكوليت الاماونت اوف هيت جيند اور لوست باي بودي.
القاعدة بتقول عشان تحسب ال amount of heat quantity of thermal energy بنعملها السيمبل ده QTH يعني quantity of thermal energy gained or lost by a body is determined by using a relation MC delta T. الام هي الماس بتاعت البودي، الدلتا تي هي اللي تشينج في temperature كانت كام وبقت كام، السي هي ال specific heat of the body substance. يعني كده لما نيجي نحسب هنلاقي ان اوقات بتطلع لنا بالبوزيتيف واوقات بتطلع بالنيجاتيف. ازاي؟ تعال نشوف كده. if the heat is gained يعني كانت التمبريتشر 1 20، temperature 2 كان بقت 21، خلاص، يبقى الاماونت اوف هيت هنا اسمه specific heat. خلاص، الكوانتيتي اوف ثيرمال انرجي تبقى بوزيتيف 390 جولز. ليه؟ لان التمبريتشر الاولانيه كانت اقل من التمبريتشر الثانيه، ان انا بعمل جين ثيرمال انرجي. اتفقنا؟ طيب افرض بقى العكس، يعني هي كانت 20 وحصل كولينج فبقت 19، هيطلع نفس الاماونت اللي هو السبيسيفيك هيت بس بالنيجاتيف. كويس؟ يبقى الكوانتيتي اوف ثيرمال انرجي ممكن تطلع لي بالبوزيتيف وممكن تطلع لي بالنيجاتيف، وانت بتعمل هيتنج هتطلع بالبوزيتيف، وانت بتعمل كولينج هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. ده كلام جميل. طيب ايه الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الاماونت اوف هيت gained or lost by a body؟ الحقيقه الموضوع بيفرق على حسب مجموعه من الحاجات. زي ما قلنا بنجيب الكلام ده منين؟ بجيبه من القانون. ها، القانون كان بيقول ايه؟ QTH equal MC دلتا تي. خلاص، الام هي الماس اوف ذا بودي والعلاقه معاها دايركت ريليشن. خلاص، لما نيجي نجيب السلوب كده هنبدا نلاقي ان السلوب بتاعي هيبقى عباره عن الدلتا QTH ديفايدد دلتا ايه؟ ديفايدد دلتا ام. خلاص، هيبدا يطلع لي الايه؟ هيبقى ده ايكويفالنت لايه يا ولاد؟ ها، QTH، هشيل بس الماس، ماشي، هشيل الماس، ما المفروض الاسلوب ده اهو QTH مع الماس. يلا بينا، يبقى هيطلع لي سي دلتا تي. يبقى السي دلتا تي ده هو الايه؟ هو ال هو الاسلوب بتاعي. اوكي، طب جت منين دي بقى؟ هو استفيد انا ايه من اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ استفيد ان دي دايركت ريليشن. طب الدايركت ريليشن دي بناء على ايه؟ خلاص، اعرف منين انها دايركت ريليشن؟ والله انا شايف ستريت لاين اهو. دايما لما تشوف الستريت لاين ده تعرف هتقول ان دي دايركت ريليشن. طب هي جت من الدايركت ريليشن دي؟ جت من ان السي دلتا تي في هذه الحاله هتبقى كونستنت، وبالتالي كل ما دي زادت دي زادت، كل ما دي قلت دي قلت. اوكي، فده بنقول عليه دايركت ايه ريليشن. يبقى by increasing the mass of the body amount of heat gained or lost by the body causes the same change in temperature increases. طب بالنسبه للسبيسيفيك هيت كاباسيتي اللي هي السي، لو عملنا العلاقه ما بين الكيو تي اتش والسي يتبقى لي الام والدلتا تي، تطلع هي السلوب. برضه هتطلع ايه؟ دايركت ريليشن. يبقى كل ما كانت السبيسيفيك هيت جريتر، خلاص، سبيسيفيك هيت كاباسيتي جريتر، كل ما كانت الكوانتيتي او الاماونت اوف هيت جريتر. خلاص، سواء لوست اور جيند، لان دي برضو دايركت ايه ريليشن. يتبقى لي اخر واحده اللي هي مين؟ العلاقه مع التشينج ان تمبريتشر. يبقى يلا كيو تي اتش ديفايد او دلتا كيو تي اتش ديفايد دلتا تي، التغير اللي بيحصل في الدلتا تي هيديني مين؟ هيديني الام سي اللي هو الماس والكاباسيتي، الماس باي كاباسيتي. يبقى ده الاسلوب، برضو هنلاقيها دايركت ايه ريليشن. دايما يا جماعه طالما الفاريبل اللي هنا كل الفاريبلز اللي الناحيه التانيه معاه كلها نيوميريتور والدي نيوميريتور بتاعهم 1، يبقى الريليشن مع اي فاكتور فيهم هتكون ايه؟ هتكون دايركت، بس بشرط ان الحاجات الباقيه تفضل كونستنت. ماشي؟ يعني لو بشوف العلاقه ما بين الكيو تي اتش وما بين الام هقول انها دايركت ريليشن لان الام موجوده عندي نيوميريتور مش دي نيوميريتور. خلاص، طالما انها نيوميريتور تبقى دايركت ريليشن، بس الشرط الوحيد ايه؟ ان السي دلتا تي تبقى هي الكونستنت. فنلاقي ان السي دلتا تي هنا هي اللي طلعت ايه؟ هي النتيجه بتاعت الاسلوب. هي دايما هتبقى كونستنت لان دي دايركت ريليشن. نفس الوضع هنا، نفس الوضع تحت. يجي لي في الامتحان ويقول لي calculate the amount of heat required to raise the temperature of 0.3 kilogram of copper from 20 degrees to 70 degrees، ويقوم مديني بقى هو السبيسيفيك هيت بتاعت الكوبر بالميجرنج يونت الجميله بتاعتها. ابدا اطلع الحاجات اللي هو مديني ايه؟ مديني ماس
0.3 كيلو جرام. مديني التمبريتشر 1 كانت 20، تمبريتشر 2 كانت 70. اقدر احسب منها الدلتا تي اللي هي تي 2 ماينس تي 1. مديني الكاباسيتي اللي هي 390، وطالب مني الكيو تي اتش. الكيو تي اتش ام سي دلتا تي. يا جماعه ده سؤال مهم جدا في الامتحان ده. يعني ام سي تي 2 ماينس تي 1 يبقى 0.3 زي ما هي، 390 زي ما هي، باي 70 ماينس 20 اللي هي 50. على الكالكوليتر بتطلع لي بكام؟ 5850 جولز. اوكي. عندك هنا مجموعه من الايه؟ مجموعه من الاكزامبلز بالحلول بتاعتها، ونقف هنا ويبقى ال 3 questions دول معانا في الهوم ورك. شكرا جزيلا على ان حضراتكم حضرتوا معانا النهارده. نكمل كلامنا مع السبيسيفيك هيت اوف ووتر نكست سيشن. وعدتكم ان شاء الله ان السيشن مش هتبقى طويله، واجتهدنا على ده. وشكرا جزيلا للناس اللي التزمت وحضرت من الاول. واتمنى ان شاء الله السيشنز الجايه نحضر دايما في الميعاد. السيشنز الاضافيه على الرغم من انها بتبقى حاجات بسيطه، الا ان الكم اللي بناخده فيها ده هيزقنا زقه كبيره في الاخر. وشكرا جزيلا لالتزامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده اي استفسار يا ريت يتفضل معايا، يخليه معايا للاخر.